في وسط صعود موجة الحفاظ على البيئة ومهاجمة محركات الاحتراق الداخلي علشان مبهدلة الدنيا انبعاثات وعوادم والكلام ده، في عالم خفي تماما ليه علاقة بالعربيات محدش بيتكلم فيه نهائي، ممكن يكون مصدر قوي جدا للتلوث. بكلمك هنا عن الجزء الخاص بالمرحلة اللي بتمر بيها الإطارات بعد انتهاء استخدامها. الفيديو ده هيكون فيه مشاهد أنا متأكد إن أنت أول مرة تشوفها، لأننا هنتكلم عن أكبر مقبرة إطارات في العالم اللي موجودة في الكويت. فلو جديد معانا دوس سبسكرايب وخليك معانا في اللي جاي. وتنبيه كده في السريع، أنا عارف إن في كل بلد تقريبا بتسمي الإطارات بمصطلح مختلف، منهم هنا مثلا في مصر بنسميهم كاوتشات، عندك مثلا ممكن من دواليب أو التواير أو كفرات أو الكاوتشوك، ايا كان المسمى مش هنختلف، المهم ان احنا نقصد الاطارات في النهايه. وعالميا شركات الاطارات كبيره جدا، وفي منهم شركات كبيره وحجمها عملاق جدا، وانت عارف المشهورين جدا زي بيريلي وميشلين وهانكوك وغيرهم. وتقريبا بيتم انتاج اكتر من 3000 اطار في الدقيقه الواحده عالميا، فكميات ضخمه جدا طبعا. وكأي قطعة استهلاكية في العربيات ليها مدة محددة، سواء بالوقت أو المسافة اللي هتمشيها العربية، وبعد كده دوره بيخلص وبيتم تبديل الأربع إطارات بغيرهم من الجداد. فهنا يجي السؤال اللي في العنوان، فين بتروح الإطارات اللي تم استخدامها دي؟ فأنا شخصيا محب جدا لفكرة إعادة التدوير بوجه عام، وقريت فترة في إعادة تدوير الإلكترونيات واستخراج المعادن والذهب، والموضوع ده فكرة إعادة التدوير دي أصلا اللي مبني عليها أنظمة التربو، عن طريق إعادة استخدام العادم قبل خروجه علشان يدور مراوح التربو اللي بيخليها تشفط هواء أكتر للمحرك. ده كده الفكرة بشكل مبسط طبعا. فاستخراج المعادن من أي منتج دي حاجة قيمة جدا، وده اللي بيحصل في العربيات برضو في ساحات السكراب اللي انت بتشوفهم بيضغطوا العربيات برافع هيدروليك علشان يجمعوهم ويتم نقلهم لمصانع، لأن بادي العربية كله ألمنيوم وحديد ومعادن تانية. حتى برضو زيوت المحركات كمان ليها طرق لإعادة تدويرها، الزجاج برضو ليه طرق وكمان. ولكن مع الإطارات الموضوع بيبقى صعب شوية ولكنه متاح. فعندك ساحات تجميع الكاوتشات موجودة في كل بلد، ممكن بتكون منفصلة لو فيها أعداد ضخمة جدا، أو جزء مع باقي المنتجات زي الساحات اللي في الهند والصين كده. فتعال نتكلم عن أشهر مقبرة إطارات في العالم كله اللي موجودة في بلد عربي وهي الكويت، وعلى بعد 35 كيلو متر من العاصمة في منطقة رحية. هناك في أكبر تجمع إطارات ممكن تشوفه في حياتك، تحس إن الصحراء حبات الرمل فيها هي عبارة عن فرد إطارات. تعتبر مقبرة على مساحة كبيرة جدا، كيلو متر مربع، تعتبر مساحة ضخمة جدا جدا طبعا لساحة خردة، ده تقريبا قد حجم موناكو كلها، فانت متخيل. وبتضم فيها اكتر من 50 مليون اطار، تراكموا طبعا على مدار اكتر من 17 سنة، يعني اطارات مستخدمة من حوالي 10 مليون عربية. بس عادي، انا دايما بقولك ان الواقع غلب الخيال. هو صراحة الموضوع كله فيه مشكلة واحدة بس، انت اكيد عارف ان درجة الحرارة في الكويت ممكن توصل للأعلى في العالم، زي ما وصلت في مدينة الجهراء قبل كده ل51 درجة. والجهراء دي منطقة صناعية هناك، واللي مقبرة الإطارات بتبعد عنها مسافة صغيرة جدا. فانت تعتبر جمعت كده ان وجود إطارات مصنوعة من مطاط في صحراء وسط رمل مع تعرض لأشعة شمس مباشرة، في احتمال ولو بسيط جدا ان يحصل حريق. درجة الحرارة لما بتزيد جدا ممكن الحريق يكون مفاجئ، زي حرائق أستراليا والأمازون لو تفتكر، وده فعلا اللي حصل وكذا مرة كمان، 3 مرات بالتحديد ما بين 2012 و2020. وأنا طول الوقت أسمع إن حريق المطاط زي الكاوتش صعب جدا إنه يطفي، ولكن عمري بقى ما تخيلت منظر المكان نفسه هيبقى عامل ازاي وقت الحريق ده. يقال ان اللي قدامك ده 5 مليون اطار اللهب كلهم كلهم، كارثة فعلا بكل الاشكال، حاجة مستحيل السيطرة على النوع ده من الازمات. الحريق ده فضل مستمر 3 أيام متواصلين بدون توقف خالص، وارتفاع سحابة الدخان كان كبير جدا، فعلا ممكن تتشاف من الفضاء حتى، تحس انه مشهد في فيلم مش حاجة حقيقية ابدا. وتكرر نفس السيناريو تاني في 2019 في نفس المكان برضو، التاريخ بيعيد نفسه ونفس العناوين ظهرت من تاني، أكبر مقبرة إطارات في العالم والكارثة البيئية المنتظرة. انت تحس ان عدد الإطارات اللي في الفيديوهات المتصورة كأنه بحر لونه اسود. ومشكلة حريق المطاط انه نتيجة للمواد نفسها اللي بتتعرض للحرارة، الدخان والسحابة اللي هتتكون هيكون دخانها سام جدا، وده ممكن يكون سبب انك مش هتلاقي تقريبا اي عربية مطافي في المشهد. او انا شخصيا وانا بعمل الفيديو ده دي كانت حاجة غريبة لفتت نظري، مفيش ابدا اي منظومة اطفاء انا شفتها في الصور او في الفيديوهات، بس ده حاجة بديهية برضو، الساحة في نص الصحراء حرفيا. وهنا يجي حل واحد بس لازم يتطبق، وانك تتخلص من الاطار في شكله الحالي وتحوله لاي منتج ممكن تستفيد منه. فإعادة التدوير ممكن تكون في كذا شكل هنا، يمكن اهمهم وافيدهم هو تحويل الاطارات التالفة دي لزيت الديزل، بس ده بيحتاج مصنع على مساحة كبيرة. وهنا الفكرة بتكون تعريض الكاوتشات لضغط كبير مع حرارة عالية جدا، وعن طريق أنابيب ومضخات بيجمع في النهاية في براميل.
عملية بيسموها بايرولايسيس أو الانحلال الحراري. نفس العملية دي بتتعمل مع مواد تانية كتير علشان تولد زيت الديزل ده برضو. يمكن أشهر مادة بيتعمل فيها الحكاية دي هي البلاستيك. فالسائل اللي وصلنا ليه ده يعتبر وقود في النهاية، بيستخدموه في تشغيل مصانع زي مصانع الأسمنت كده. وفي جزء تاني في إعادة التدوير هنا، ممكن يفرموا الإطارات ويقطعوها لحد ما تبقى زي الرماد كده، بيسموه رماد الكربون أو بودر المطاط. وده ممكن يستخدم في أرضيات الملاعب أو الحدائق، أو أحيانا بيضيفوا له مواد ويستخدموه في العزل وحاجات تانية كتير برضو. ولكن الحمد لله هناك الحكومة أخيرا قررت تتخلص من المقبرة دي عن طريق إن هم هيزودوا كمية كبيرة جدا من الإطارات لمصانع تانية ممكن يستخدموها. وفي 2021 تم نقل تقريبا كل الكمية اللي موجودة في الساحة، نقلوها لمكان تاني اسمه السلمي عند الحدود مع السعودية كده. وهنا طبعا عملية النقل خدت وقت ومجهود كبير جدا، بحوالي 45,000 عملية نقل للكميات كلها. وهناك هيتعمل مصانع إعادة تدوير ليهم بقى، زي مصنع شركة إيبسكو، ودي شركة بترول مصرية يقال إنها هتعيد تدوير 2 مليون إطار سنويا. ومع شركات تانية مقبرة إطارات الكويت خلاص بقت مجرد حكاية تتحكي في يوم من الأيام. ولكن الغريب انه اندلع حريق تاني في المنطقة الجديدة في السلمي من سنة واحدة بس بعد نقل موقع الساحة في 2021. ومع كل التأمينات اللي وزير البترول صرح بيها وكاميرات المراقبة وأنظمة السيطرة على الحريق، حصل حريق كبير جدا برضه في المنطقة هناك. وده اللي خلى ناس كتير تقول ان سبب الحريق مقصود المرة دي، وانه بفعل فاعل مش مجرد صدفة وخلاص. ومش الكويت بس اللي كانت مخزنة كميات مهولة من الإطارات، في كل منطقة في بلد هتلاقي فيها مقابر وساحات سكراب بالشكل ده، الهند والصين والبرازيل وفي أوروبا كمان. في التسعينات مثلا في حريق كبير جدا حصل زمان في كندا في ساحة موجودة في أونتاريو، ملايين الإطارات ولعت كلها. والسيطرة على النوع ده من الحريق أخدت برضو أيام طبعا، وده بعد كل المحاولات الممكنة. يعني تخيل إن كندا اللي جواها برد جدا طول وقت السنة يحصل فيها المنظر القوي جدا ده، وانت من أول نظرة ممكن تفتكره تسريب في خط غاز مثلا، ما يجيش في بالك أبدا إن الحريق ده من ساحة الخردة أبدا. زود على حوادث الحريق اللي حصلت برضو إنجلترا، حصل فيها حادثة حريق هي كمان لساحة إطارات هناك، وزي اللي قلنا عليهم برضو الحريق كبير جدا. والمشكلة هنا كمان إن حواليهم مساحات خضراء كتير جدا ومزارع، وكالعادة برضو سبب الحريق غير معروف. فالخلاصة إن ساحات سكراب الكاوتشات دي كارثة مؤقتة، في احتمالية حتى لو ضعيفة جدا إنها تتعرض للحريق، ولو حصل هياكل المكان كله ومفيش حاجة أبدا هتعرف تطفيه. برضو في أمريكا عند ساحل فلوريدا زمان خالص، بس دول بقى عملوا حاجة مختلفة شوية، بأنهم رموا مليون إطار في المحيط كجزء من مشروع لامتداد صناعي للمنطقة. طبعا ده حاجة ما تجيش على دماغ حد أصلا، ولحد دلوقتي ندمانين جدا على الفكرة دي، وبيقعدوا يبعتوا مراكب علشان تنظف المنطقة اللي اترمى فيها الكميات الكبيرة دي. أمريكا برضو عليها حاجات غريبة. وبس كده، ده كان كلام في السريع عن موضوع تدوير الكاوتشات ده. احنا بنحب البيرن اوت وحريق الكاوتشات، ولكن مش من النوع ده خالص. بنحب اللي ناتج عن قوة المواتير، زي مثلا أكبر بيرن اوت حصل في أمريكا، وساعتها دخل موسوعة جينيس المنظر ده باسم بيرن اوت ماسترز اللي حصل في 2013. فحتة حماسية كده نختم بيها في النهاية، وانا بقول كفايه قوي دخان لحد كده. فلو عجبك الفيديو اكتب لنا رايك عن ساحات السكراب دي، وهل شفت واحده منهم في بلدك؟ انا عارف برضو ان في قريه في مصر هي المشهوره جدا بموضوع تجميع الاطارات المستخدمه ده، بس طبعا بكميات لا تقارن ابدا باللي ذكرناهم في الفيديو دول. فبس كده، اكتب لنا في الكومنتات كمان ايه المواضيع اللي عايزنا نتكلم عليها. سلام.